الذي أشرت الأسبوع الماضي إلى الكلام أثناء الإذاعة من أنواع أو من صور إفساد الأرض. نتكلم هناك بنت الأباد. يعني الأستاذ بيتكلم هناك ما يسمعش؟ هو أثرته في يوم لوحده. كلامنا في الوقت الأول من أنواع أو من صور إفساد الأرض. صوتنا سمعه لمن يصل إليه صوته، لأنك بتضل وتضل غيرك، تمنع الخير عن نفسك وعن غيرك. موضوعنا النهارده بإذن الله مع موضوع عن حرمة قتل النفس الإنسانية. خلق الله الإنسان ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أبى. ولما خلق الله الإنسان ونفخ فيه من روحه جعل له قانونا في الأرض ليضمن للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. هذا القانون: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث الشريف: لزوال الكعبة حجرا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وفي رواية أخرى: لزوال الدنيا وما فيها ومن عليها أهون عند الله من إراقة الدماء. ولو رجعنا إلى الوراء قليلا لوجدنا سيدنا إبراهيم الخليل مع والده إسماعيل عليه السلام عندما أمر بذبح ولده إسماعيل استجابة لأمر ربه منع الله أن يذبح إسماعيل حتى لا يقرب له. وهذا عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذبح عبد الله والد الرسول فداه الله ب100 من الإبل. فدى عبد الله ب100 من الإبل وبدأ إسماعيل بذبح عظيم بحكمة، وهي ألا يراق دمه. وهناك من يشكك في الدين ويدعي أن الإسلام انتشر بحد السيف. أقول أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف مطلقا، وأقدم لحضراتكم أدلة على ذلك أرجو أن تعلموها وتعلموها أبنائكم. الدليل: عندما بدأ الإسلام وظهر دخل في الإسلام عدد قليل من المسلمين، كانوا قلة وكانوا ضعفاء ليس معهم شيء ولا يملكون شيئا، ليس معهم سلاح ولا رماح. كيف نشر الرسول الإسلام؟ بأمر من ربه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هل انتشر الإسلام في البداية بالسيف؟ كلا. الدليل الثاني: عندما أخرج الرسول من مكة أي أجبر على الخروج منه موطنه ونشأته وذهب إلى المدينة، أتدرون كيف نشر الإسلام في المدينة؟ نشره بالقرآن، نشره بالإسلام، لم ينشره في المدينة بسيف.
اليهود والنصارى عاشوا في أمن وأمان في بلاد الإسلام بعد أن كان بعضهم يقتل بعضا. عاشوا تحت راية الإسلام وفي بلاد الإسلام مقابل أن تدفع منهم الجزية للمسلمين. هل انتشر السلم؟ كلا. الدليل الرابع قوله تعالى